يعني خليني اقول لك في نقطه في حته الدوكيومنتيشن دي. في حاجه اسمها ميكانيكال ديزاين دوكيومنتيشن او الديزاين دوكيومنت. فالديزاين دوكيومنت دي من ضمن الميكانيكال ديزاين بروسيس. طب ايه الديزاين دوكيومنت دي؟ الديزاين دوكيومنت دي بيبقى مكتوب فيها كل حاجه. كل حاجه بمعنى كل حاجه. يعني ايه؟ مكتوب فيها requirements، مكتوب فيها الانبوتس اللي معاك ايه، مكتوب فيها مين البيرسونز اللي انت الديزاين ده بيخاطبهم، مكتوب فيها ايه الكونسبتس اللي انت وصلت لها، ولو في صور هتحطها فيها، مكتوب فيها ايه الايكويشنز لو استخدمت ايكويشنز، ايه الفكر اللي انت رحت له، إيه الحاجه دي عملتها ليه، الحاجه دي ليه، الحاجه دي ليه. طب ليه الناس بتعمل ديزاين دوكيمنت؟ عشان دلوقتي انا محمد شغال في الشركه، وبعد ما سبت الشركه ما ينفعش النولج يروح مني، ما ينفعش مم. النولج يمشي من الشركه. لا، النولج ده هو بروبرتي، هو ملكيه الشركه دلوقتي، مش ملكيه دي محمد. حقيقة اه. ما انا ده دلوقتي، مجهود باشمهندس انا محمد عمله دلوقتي يبقى اتدفع ملك لي الشركة دلوقتي. انا دلوقتي بالظبط، انا دلوقتي اتدفع لي مرتب مقابل المجهود ده، فخلاص بقى. انت لو مشيت دلوقتي، هل ينفع ان انا لما امشي الديزاين بتاعي ما حدش يعرف يعمله تاني؟ لا طبعا، ده غلط. طب مين بقى اللي يخلي الشركه تضمن ان الحاجات بتاعتك دي موجوده زي موجوده، ولو انت مشيت ما فيش مشكله؟ الديزاين دوكيمنت. الديزاين دوكيمنت دي حاجه بتتابديت معاك طول فتره الديزاين. طول ما انت ما شغال في الديزاين. ديزاين يا جماعه انا مقصود بيه كل مراحل الديزاين، بما فيها الكاد والكونسبت وال2 دي دروينج والتكنيك والهاند سكتشز والكونسبت والبرين ستورمنج، كل حاجه. والسبلاير، وانا كلمت سبلاير والبرشيزنج، ولما عملت انسبكشن والانسبكشن ريبورت والبروتوتايب، كل حاجه. فهو ده معنى كلمه الديزاين. مم. فكل الحاجات دي بتبقى مكتوبه في الديزاين دوكيمنت. لغايه ايه بقى امتى الديزاين دوكيمنت دي تتقفل؟ لغايه ما البرودكت يتسلم للكاستمر ومبقاش فيه اي مشاكل. اول ما ده مم. يحصل خلاص كده الديزاين دوكيمنت دي لو راحت لاي مهندس تاني يقدر يعمل الديزاين بتاعك ده ويقدر يطور فيه. ليه؟ لان هو مم. بقى معاه الهيستوري، هو عارف انت بدأت بايه ووصلت لايه، فيبدأ ساعتها وعلى يخش في اساس حاجه ايه تانيه. كمان. مم. بالظبط. فالديزاين دوكيمنت دي من الحاجات الضروريه جدا في اي شركه شغاله في برودكت ديزاين. ايوه. ومن ضمن الحاجات اللي دايما لوب شغاله معاك، دايما كل يوم تفتح الديزاين دوكيمنت وتفضل تشتغل فيها. ولعلمك برضو بمناسبه الدوكيومنتيشن ان انا اتكلمت فيها، فشغلنا فيه دوكيومنتيشنز كتيره جدا. دي يعني انت حقيقة. مش ما حدش يتصور ان انت شغال ديزاين وبس، شغال يعني تفتح سوليد وركس بس. لا بحث من طبعا، ده الابحاث كله كان دوكيومنتيشن. بيتكلم كان بحث من الابحاث بيتكلم يا باشمهندس عن إن الديزاينر، يعني وصلت ان هو بيقول 50 50% ديزايننج و50% دوكيومنتيشن. يعني يعني بحث كمان اه بيتكلم ان هو بس الحوار يعني 50% الديزاين ده حتى، يعني 50% الديزاين ده ممكن يعني مثلا يعني 20% تول، 20% سود ورك مثلا، 20% 10% سود ورك. يعني بالظبط ال 100% بالظبط. ال 100% ستيب مثلا، او ان انا 10 ستيبس هي ستيب واحده سود ورك. فين الناين ستيبس الباقيه؟ الله ينور عليك. ده بقى رجعنا للنقطه اللي احنا كنا بنقولها تانية، ان السوليد وركس يا جماعه هو تول من ضمن تولز كتيره معاك. بس وبرضه بالنسبه فهو السوليد للجزئيه. وركس، السوليد مم. وركس واخده برسنتج معينه، وبقيه الحاجات واخده برسنتج ثانيه. مم. فانت ما ينفعش تسيب كل حاجه وتمسك سوليد وركس، ما ينفعش مم. برضو تمسك الحاجات التانيه وتسيب سوليد وركس. دي دي نفس حقيقة. الفكره، او بقى 3 دي موديلنج ابلكيشن ايا كان إيه هو يعني. يعني برضه عشان ننوه للشباب الصغير، انا مثلا من الحاجات العلميه التكنيكال دوكيومنتيشن قبل ما اعرف ايه اصلا قصه التكنيكال دوكيومنتيشن دي، لما الواحد كان بيخش مثلا مسابقه او كده، الحمد لله كنا داخلين مثلا مسابقات كتير، تلاقي في المسابقه كده يقول لك مثلا ايه 10 بوينتس على التكنيكال دوكيومنتيشن. كانت مسابقه يعني ليها علاقه بالار او بالظبط. فيز وكده يعني. فايه تكنيكال دوكيومنتيشن؟ بيقول لك اه بوينتس وبتاع، وتتكلم عن انت تاخد كام بوينت على حسب التكنيكال دوكيومنتيشن بتاعك، وازاي منظم، وازاي بتوضح فيه البوينتس بتاعتك. فالحوار فعلا انا مثلا يعني انا اتعلمت مثلا في ثانيه جامعه وثالثه جامعه فكره ازاي يعني. شوف الحوار يعني انت لو اشتغلت في ستودنت اكتيفيتي وبدات تشتغل، يعني مثلا ما تقولش انا هخش المسابقه ليه او انا هستفاد ايه. انت بس مجرد معرفتك معلومه مثلا حاجه شبه كده، وفرت معاك بعدين في انترفيو، وفرت معاك بعدين لا في شغل. بالظبط بالظبط بالظبط. لا لا، الدوكيومنتيشنز دي يعني بتحصل ضرورية جدا جدا. كل حاجة لازم تدوكيومنت، كل حاجة لازم تدوكيومنت. فكر مم. كده فيها انت مع نفسك كده. لو ما الحاجة مش بالدوكيومنت،
الشركه لو انت مشيت ايه اللي هيحصل؟ ما الحاجه امم. مشيت معاك. هل دي ده حقيقة. ينفع؟ هل انت متخيل ان صاحب هل انت متخيل ان صاحب الشركه بالسذاجه دي انه هيسيب الدنيا تتساب من تحت ايده كده؟ هو لو صاحب دي الشركه حقيقة. عمل كده دي مشكلته، اه. او دي مشكله الشركه، ان الشركه صغيره يعني مثلا. لكن هو المفروض يحصل، لا طبعا كل حاجه محطوطه وكل حاجه دوكيومنتد. والتكنيكال مم. دوكيومنت لينا احنا كميكانيكال انجينيرز هي كتيره جدا. انا ال 2 دي انا دروينجز دي شخصيا تكنيكال دوكيومنت. انا شخصيا حتى يعني ال انا لما ال كنت ال ال بشتغل في بروجكتس او كده، لما بيبقى مثلا كان معايا ممبر او كنت بشتغل في بروجكت، كان مثلا الممبر انا خلاص كنت حبيت فكره التكنيكال دوكيومنتيشن وقد ايه بتوفر وقت. قد ايه انا مع اني كنت مثلا برضو ديزاينر، قد ايه لما مثلا بديله ديزاين يعمل موديفيكيشن ويرجع يبعته لي كدوكيومنت مثلا ويقول لي انا عدلت كذا وكذا وكذا، غير لما افتح واقعد ده اتعدل دي ما اتعدل. مش هقدر استنك بعين، ابعت لي فايل وضح لي انت عملت ايه ستيب واحد اتنين بالظبط. تلاته. الحوار ده كان بيوفر وقت، هو حتى من غير بقى ما نتكلم ان هو الشركه محتاجاه، هو كان بيوفر وقت جدا علي جدا. الحوار كان بيبقى بروفيشنال جدا. يعني ضمن برضو النقطه اللي انت بتتكلم فيها دي، احنا قبل كده كنا بنخاطب سبلايرز بره مصر كده في حاجات بتتصنع، فكان دايما بقى هي لوب رايحه ما بيننا وما بينه، ان هو عاوز ان احنا عاملين حاجات في الديزاين هو مش عارف يصنعها، فهو يقول لنا عدلوا كذا واعملوا كذا. فكان ازاي بنتواصل من بعض؟ بنتواصل مع بعض بان هو يعمل زي باوربوينت كده ويحط فيها النقط بتاعته ويشاور لي عليها ويقول لي دي والله السكنس بتاعها مش هتنفع، دي مش عارف لازم تعمل فيها درافت انجل، دي مش عارف نون يونيفورم مش عارف ايه، وهكذا. وانا ادخل مم. زي الحاجات دي واحل له المشاكل وابعت له ريفيو تاني ويبص مم. عليها ويبعت لي الريفيو بتاعته وهكذا. فلا طبعا يعني طريقه التواصل دي وطريقه التواصل انت تتواصل بالدوكيومنتس دي مهمه جدا، ومهمه جدا انت توجدها. طب هتوجدها ازاي؟ ازاي توجد الحاجات دي؟ ان انت بقى في الجامعه بيطلب منك برزنتيشنز وبيطلب منك تعمل ريسيرش وبتطلب منك حاجات زي كده. الحاجات دي من غير ما تعرف بتنمي عندك المهاره دي ازاي. هتعرف تجيد ان انت تستخدم برامج برامج بقى الاوفيس عموما، الباكجز كلها. هتعرف تجيد ان انت ازاي اصلا تبدا لما تكتب تبقى منظم، تعرف تبدا مم. بايه فايه 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 فتوصل الفكره للشخص. مش مم. داخل ترمي اي معلومات محدش فاهم حاجه. مم. فانت انت واخد بالك بقى ان الجامعه كل اللي انت بتعمله فيها انت بتحتاجه بس بطريقه غير اه مباشره. اه بالظبط. عشان بس الشباب اللي بتقعد كل تقول اللي في انا الجامعه الجامعه ضروري. مش مهمه، تقعد تقول لك الجامعه لا جامعه ايه وبتاع، مش بقول لك انك تجيب امتياز، بس على الاقل على الاقل على الاقل انت في حاجات سيبك من الدرجه، بس النولج الحقيقيه لازم تاخدها. مش بقول لك سيبك من اه ماشي، بالظبط مش هقول بالظبط. لك دي هات امتياز، بس هات لك لا لا، لا خد انا النولج. ما بتكلمش انا ما بتكلمش في التقدير خالص، ما ولا في ان بالظبط انت عشان بس هتتخرج الشباب ايه، لا لا تفهم. لا. بالظبط عشان الشباب بس تفهم احنا بنتكلم في بتكلم ايه. في حته ان انت تهتم باللي عندك، مم. اهتم باللي بتدرسه، اهتم بالحاجات اللي بتحصل، اهتم بالاكتيفيتيز جدا، اهتم لو في دكتور طلب منك بروجكت تبقى اول واحد بتحاول تجري ان انت تنفذ البروجكت ده. ما تقولش يا عم انا مش عايز الدرجات بتاعته خلاص، لا الحاجات دي ضروريه جدا فوق ما تتخيل. اهتم لو في برزنتيشن تبقى انت من الاشخاص اللي طالعه تبريزنت. مم. البرزنتيشن سكيلز دي مهمه جدا عند الميكانيكال ديزاين انجينير. ليه؟ مم. لان انت دايما بتبريزنت الشغل بتاعك، دايما تبدا تبريزنت ودايما تكلم ناس اجانب وتبريزنت ليهم انت عملت ايه وسويت ايه. ولازم تبقى انت ستريت تو ذا بوينت، تعرف انت رايح عايز تعمل ايه، إيه الغرض من البرزنتيشن دي، وعايز والشخص اللي انت بتبرزنت له ده تفهمه الحاجه دايركت، ما تبقاش تلف وتدور وتيجي من الشرق للغرب وهو مش فاهم حاجه اصلا منك. مم. فالبرزنتيشن سكيلز دي ضروريه جدا. كل الحاجات دي، كل الكومبانيشن الحاجات اللي احنا عاملين نقولها دي كلها بتتعلمها في الجامعه بطريقه غير مباشره. دي حقيقة فعلا. والحاجات دي في الاخر لعلمك الحاجات دي اللي انا بقولها بقى، شوف احنا كل ده ما اتكلمناش على فكره في حاجات تكنيكال، احنا كنا بنتكلم في مم. حاجات سوفت سكيلز صح؟ صح. الحاجات دي تقريبا اللي هتخليك تشتغل في اي شركه. شوف بقى، يعني انا ممكن يعني. اتغاضى ان انت مش بيرفكت في السوليد وركس، مم. وممكن اتغاضى ان انت عندك شويه قصور في الحاجات التكنيكال اللي مش مؤثره قوي، يعني تقدر مم. تتعلمها. لكن ما ينفعش اتغاضى ان المايند سيت بتاعتك مش مظبوطه، طريقه دي كلامك حقيقة. مش حلوه، طريقه دي حقيقة. كلامك مع الناس مش احسن حاجه. وتبقى عايز تتعلم، هيبقى مش انت ممكن. عايز تتعلم، مش مصمم انك مثلا لو بتتفاعل ازاي ما تبقى غلط، اه هتتفاعل مثلا مع الموديفيكيشن مع التعديلات، بالظبط. مع ازاي بتتقبل الفيدباك، الحاجات دي كلها. يعني كتير كتير يا باشمهندس، تخيل مثلا جاي 400 سؤال، لو عملت نسبة مثلا ريشيو تقريبي كده 70 سؤال او 60 سؤال بيسأل مثلا 60% مثلا بيقول لك فكرة حاجات تكنيكال كلها، مثلا يا باشمهندس طب اعمل بارتات ايه، طب اشتغل بروجكتس ايه، طب اعمل يعني يا اه شباب. ده يعني هي حقيقة.
فهي القصه كلها ان هو كمان في مايند سيت. ده انت ده اللي بيكمل معاك، انت تكنيكاليتي كده كده هتتعلمه، بس الفكره في المايند بالظبط. سيت بتاعك. فدي نقطة لا جميلة قوي طبعا يا ده باشمهندس، دي نقطة جميلة قوي. أنا ضروري جدا. بس يعني ما عادش فاضل معانا غير 3 أسئلة. أنا مش عايز أطول عليك طبعا، أنت مشكورا طبعا، القصة دي كلها 3 أسئلة بس. بحب يعني ما شاء الله كمان النقطة اللي حضرتك جاوبت عليها، جاوبت السؤال بشكل موسع. يعني خدت كمية أسئلة ما شاء الله جاوبتها في، جبت سؤال واحد إزاي مايند سيت وإزاي تبقى فعلا ديزاينر شاطر